تعرف يا صاحبي ان في اداة واحدة بس ممكن تحفظ لك كل الاكواد اللي كتبتها في حياتك، والاجمد من ده كله ان انت تقدر تشتغل في اي حتة في العالم عن طريق الاداة ديت. اكيد الاداة ديت هي الجيت هاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد. اللي داخل عالم البرمجة جديد ما يسمعش عن اداة الجيت هاب، فان شاء الله باذن الله الفيديو ده ليك هعرفك ايه هو الجيت هاب، وازاي تستخدمه في حياتك، وازاي هيقدر يفيدك في شغلك وفي حياتك العملية. فتابع بقى معايا الفيديو. اولا يعني ايه الجيت هاب بكل بساطة، وازاي هيقدر يفيدني؟ ايه الجيت هاب دوت؟ الجيت هاب دوت يا سيدي هو منصة او موقع تقدر تحفظ عليها المشاريع بتاعتك البرمجية اللي انت عملتها وترجع لها في اي وقت. انت دلوقتي عملت مشاريع، فعايز عشان خاطر لما تيجي تروح تقدم في شركة، الشركة تقبلك او تثبت لهم امارة ان انت واحد متعلم برمجة، فلازم يكون معاك مشاريع وعامل مشاريع مطبقة بنفسك. المشاريع دي بتحطها على منصة، فمفيش احسن من منصة الجيت هاب. الجيت هاب بتسمح لك ان انت تحط عليها المشاريع والاكواد بتاعتك وترجع لها في اي وقت انت عايزه، وتقدر تعمل كده كمان مع فرق، وتقدر ان هي تشغلك في اي حتة في العالم. فديت ميزة الجيت هاب. الحاجة التانية يا صديقي وهو ان احنا عايزين نعرف ايه هو الفرق ما بين الجيت والجيت هاب. الجيت ببساطة هو برنامج بيكون على الجهاز. الجيت بيكون برنامج على الجهاز هو اللي بيدرك الاكواد، انما يا صديقي الجيت هاب هو اللي بيكون بيدير الاكواد اللي عملتها الجيت. مش فاهم؟ ابسطها لك. الجيت دوت هو عبارة عن تطبيق على الجهاز، تطبيق زي فيجوال ستوديو كود، مش موقع. انما الجيت هاب هو الموقع اللي بيدير اصلا الاكواد كمان بتاعه الجيت. فيا رب تكون وصلت لك. فهعرفك اني حاجة فيهم الاحسن، وهعرفك ازاي يقدر يفيدك بلا عن نقطة رقم 3. النقطة الثالثة يا صديقي وهو ليه احنا اصلا بنستخدم الجيت هاب في حياتنا. ليه بنستخدمه؟ ليه انا كمبرمج استخدم جيت هاب؟ هقول لك رقم 1 ان هو بيحفظ لك الاكواد بتاعتك. رقم 2 بيقدر يخليك ان انت تقدر تسترجع اي كود قديم حتى لو بقاله 100 سنة تقدر تسترجعه في اي وقت. رقم 3 بيقدر يخليك تشتغل مع تيم متكامل، تقدر تعملوا مع بعض مشاريع حقيقية فعلا. رقم 4 وديت اهم حاجة، لما بتيجي تشتغل اول حاجة بيسألها لك صاحب الشركة، يقول لك وريني بعد اذنك المشاريع اللي انت عاملها. لو المشاريع والخبرة بتاعتك عجبته اكيد طبعا هيسيبك تشتغل، لا هيفرق معاه الشهادة ولا هيفرق معاه حاجة، اهم حاجة تكون كانت خبرتك ايه. فديت كانت اهمية الجيت هاب. طب يا عم طالما الجيت هاب لذيذ كده وجامد، طب انا عايز ابدا عليه. اقول لك ان شاء الله باذن الله انا هعمل لك كورس حوالي مدته من ساعه لساعه ونص، هعلمك كل حاجه حرفيا في الجيت هاب. فما تنساش بقى الاشتراك في القناه وتدوس لايك، ان ده اهم حاجه بالنسبه لي يعني. ماشي. تاني حاجه، اول حاجه انت بتعملها يعني ان انت بتروح تفتح حساب بتحمله عندك على الجهاز. ممكن بدل ما تخش على الموقع كل شويه بتدوس عليه تثبيت، بتثبت بس الموقع عندك على الجهاز ان انت تخش في اي وقت، مش بتثبت البرنامج لان هو مش برنامج، انت بس بتثبت بس الموقع عندك على سطح المكتب بس مش اكتر، عشان خاطر تقدر تخش عليه في اي وقت. بتعمل عليه الحساب، وبعد كده بتقدر تجيب لنفسك اي مشروع تاخده تحفظه على الجيت هاب. انا عارف طبعا دلوقتي ان انت عايز تتعلمه، عندك برضو المصادر كتير غيري، بس لو عايز تتعلمه ان شاء الله باذن الله هنزل لك شرحه بطريقه سهله جدا ومبسطه جدا، وهيكون هنا ان شاء الله باذن الله على القناه مجانا. هيكون في حوالي مده من ساعه لساعه ونص كده ان شاء الله باذن الله، وهنتعلمه مع بعض. فلو استفدت بقى ما تنساش الاشتراك في القناه وتدوس لايك. والسلام عليكم.